عمرك سألت نفسك هو أنت ليه متضايق وليه زهقان وليه قلقان وليه حيران رغم إنك بتصلي، بتصوم، بتروح الكنيسة، ممكن تكون خادم؟ نو كاب. المعية بنسمع عنه بس مش فاهمين، أو ممكن نكون ما بنسمعش عنه أصلا. يعني إيه المعية؟ إنك تحس بوجود رب، تحس إنه فعلا موجود. وده اللي كان بيميز كل رجال الكتاب المقدس وكل القديسين عن بقية الناس. نشوف كده إبراهيم وهو حاسس إن ربنا قدامه، إيليا وهو بيقول حي هو الله الذي أنا واقف أمامه. كل القديسين عبر كل العصور والرسل والقديسين حتى اللي عايشين معانا لغاية النهاردة كانوا يختلفوا خالص عن الكتبة والفريسيين. الكتبة والفريسيين كانوا بيعملوا الممارسات الدينية لكن من غير معية. هل وانت بتقرأ كتابك المقدس حاسس إنه ربنا بيكلمك؟ وانت واقف بتصلي رافع إيدك جوه القداس وحاسس بحضور ربنا؟ طب لو مش حاسس، هل بتحاول تفكر إنه ربنا موجود؟ هل بتحاول تفكر نفسك وتقول له يا رب حسسني بوجودك؟ وانت بتصحى من النوم الصبح عارف إنه معاك؟ قبل ما تنام بتحكي معاه، بتقول له عن يومك. المعية جاية من مع الله. فافتكر دايما إنه ربنا معانا، عمانوئيل الله معنا. خلينا نجرب فكرة المعية ونعمل نو كاب ونشوف الحقيقة إنه ربنا معانا، مش إله لوحده في السماء.